لو حابب تتفرج على ملخص الحلقة الأولى هتلاقيها في اللينك اللي فوق ده. بعد الحادثة اللي حصلت لحسام وليلى الإسعاف ودتهم المستشفى، وهناك عملوا كام غيزة كده لحسام وطلع منها سليم، إنما ليلى ما قدرتش تستحمل، والجنين ما قدرش يستحمل هو كمان ومات في لحظتها. ومش بس كده، ده كان لازم حسام يوافق على إنهم يستأصلوا الرحم بتاعها عشان تقدر تعيش وتكمل حياتها، وحسام وافق غصب عنه. ولما اخوها عرف كل حاجه مسك في خناقه وقال له انا مش هسيبك، انت السبب في كل حاجه، انت كنت فين وريحتك خاميه ليه، انت السبب في كل ده. وحسام ما استحملش وسابه وخرج، وقام مطلع تليفونه وكلم جيجي وقطع علاقته بيها وقال لها مش عايز اشوفك ولا اعرف عنك حاجه بعد كده، ابني مات ومراتي بين الحياه والموت بسببك. ولما تمت العمليه بنجاح دخل حسام على ليلى وهي مغمى عليها وقال لها انا اسف، انا السبب في ده كله، انا عمري ما هسامح نفسي. وبعد 10 ايام جيجي جات له المستشفى وقعدت تتأسف له وتقول له طول ما انت بتحبها هتقدر تسعدها، يمكن تتبنوا طفل او تحاول تخلف من واحدة تانية من خلال بويضات ليلى. الكلمتين دول قعد يفكر حسام فيهم كتير، ودور على موضوع انه يأجر رحم يحط فيه بويضات مراته، وبكده يبقى الطفل ابنهم هما الاتنين، واللي هتولده ما هي الا عبارة عن رحم مستأجر وخلاص. وبرغم ان حسام اتأكد ان اللي هو هيعمله ده حرام، بس ما كانش عنده اي طريقة تانية يفرح بيها مراته ليلى، وهو شايف ان حالتها يوم بعد التاني بتسوء. وفعلا قدر يتواصل مع صفحة على الفيس وراح يقابل واحد في حتة مقطوعة، بس طلعوا شوية عيال نصابة وادوله علقة تمام وقلبوه في كل حاجة كانت معاه. ده الشق الاول من المسلسل اللي بيتكلم فيه عن موضوع تأجير الرحم للغير. الحدوته التانية اللي في المسلسل بقى هي حدوته الاجهاض. دي نورة بنوتة غلبانة وطيبة ومفيش اهبل منها في الدنيا. الواد شاكر ده ضحك عليها وعشمها انه بيحبها لحد اما خلاها تسلم له لنفسها، والبت بقت حامل ومش عارفة تعمل ايه يا عيني، وراحت اتحايلت عليه انه يستر عليها، بس هو طلع واد زبالة ومش راجل. فصاحبتها حنان دلتها على دكتور بقى بيعمل عمليات الاجهاض دي ولا من شاف ولا من دي، وهي جربتها قبل كده. بس اللي قبل الحلقة التانية ما تخلص بنكتشف ان الممرضة اللي شغالة مع الدكتور اللي بيعمل العمليات دي هي نفس الممرضة اللي شغالة مع حسام في المستشفى. ومش بس كده، ده الدكتور اللي بيعمل العمليات دي كمان يبقى زميل الدكتور حسام. وبيخلص الفيديو على كده، فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو متنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس عمل كومنت عشان ابطل.